السلام عليكم. اليوم ثاني رمضان موافق 3 مارس 2025. الساعة 6:46 دقيقة، المغرب أذن. وبالله عليكم هذه دابا واش هذا الليل اللي غادي يفطروا فيه الناس؟ شوف الدنيا باقا مضوية كما قال الله في كتابه العزيز، وثم أتموا الصيام إلى الليل. واش هذا الليل؟ شوف السماء باقا مضوية من غير إضاءة اللي كاينة، راه الدنيا باقا مضوية. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد توارثنا أن موعد آذان الفجر هو موعد الإمساك، وموعد آذان المغرب هو موعد الإفطار. لكن الحاصل الآن أن صلاة الفجر لا تقام في وقتها الحقيقي الذي هو طرف النهار الأول، أي بداية انقشاع الظلام وظهور النهار، بل تصلى في جنح الليل. فعندما نذهب لصلاة الفجر نرى ظلاما دامسا، مع أن الله يقول: أقم الصلاة طرفي النهار. وحتى صلاة المغرب تصلى في النهار، فالرؤيا واضحة، فالوقت ليس ليل. وبداية الليل يبدأ عندما يحلق الظلام ونرى النجوم. قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فنفهم من هذا أن موعد الإمساك هو ليس وقت آذان وصلاة الفجر التي تصلى في جنح الليل، بل في بداية انقشاع ظلمة الليل وظهور الفجر. ووقت الإفطار هو بداية الليل عندما يحل الظلام وليس عند آذان المغرب. وهذا تحقيقا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وتقريبا الوقت بين صلاة الفجر التي تصلى الآن هو ما يعادل نصف ساعة في بعض الدول، وقد يكون أكثر أو أقل بحسب توقيت كل دولة. ونفس الشيء بداية الليل يكون بفارق نصف ساعة من بعد صلاة المغرب، وقد يطول أو يزيد قليلا بحسب توقيت كل دولة أيضا، لأن الله يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل وليس إلى المغرب.